بقول لك يا صياد، انت عاوز اطلب منك طلب كده بس مكسوف منك يعني. اطلب، ادعي في ايه؟ احنا اخوات. بس بالله عليك ارمي الجزمه اللي بقالك ساعه بتلزق فيها دي. اخوك راح يتقدم، فانا يعني كنت عاوز منك قاموس من عندك اروح. يا شباب، سامع صوتك وانا طالع، بتضحك على ايه؟ كويس ان انت جيت عشان تشوف سيف عاوز ايه. خلاص يا صياد، سيف عاوز قاموس من عندي عشان يروح يتقدم بيه النهارده. ومش بس كده يا صياد، خلاص ده بقاله ساعه بيلزق الجزمه اللي هيروح يتقدم بيها. ما خلاص يا صياد، هو ايه المشكله انا يا صياد؟ ايه اللي يضحك في كده؟ اللي يضحك انه مش لاقي ياكل وبقاله ساعه بيلزق جزمه وبيستلف منه قميص ومرتبه 3000 جنيه في عز الغلا اللي احنا فيه وراح يتقدم لوحده. ده اللي ظروف احسن منه بكتير وما عملتهاش. تفتكر لو رحت قلت لابو العروسه على ظروفك هيوافق؟ انا يا صياد لما طلبت منك القميص طلبته منك عشان انت صاحبي واخويا. حته بقى الظروف والكلام ده حاجه ترجع لنا. على العموم حقك عليا، انا همشي. يا سيف استنى، يعني ينفع كده يا صياد؟ صاحبك يمال عليك تقوم كسره؟ لما تيجي مني انا احسن ما تيجي من الغريب، وخصوصا ان انا اتحطيت في نفس الموقف واتكسرت واتعقدت من الجواز. وغير كده البيت اللي كان داخله ده ما كانوش هيوافقوا عليه، مش عشان هم وحشين، لا، عشان هم اعلى منه ماديا بكتير. ما كانوش هيقبلوا ان بنتهم تعيش في مستوى اقل من اللي هم عايشين فيه. انا كنت قاصد ان انا احرجه قدامك، عشان البيت اللي هو كان داخله ده كان بيتكم، كان جاي يتقدم لاختك، وانا كنت عارف انكم عمركم ما هتوافقوا عليه.